سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ صحة بخير؟ كلشي الاحوال بخير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. بمناسبة حلول العيد الاضحى ان شاء الله جيت نقدم لكم حلوى رائعة اقتصادية جدا جدا، والمذاق روعة لا يعلى عليه، واقتصادية وفي نفس الوقت المظهر رائع بريستيج، يمكن تقدميها للضيوف ديالك وعينيك مغمضين. اعزائي وعزيزاتي، كنحتاجو في هذه الوصفة ان شاء الله جوج بيضات كاملين وصفار بيضة واحدة، جوج فرماجات متلتين الى 3 فرماجات، 250 غرام ديال الزبده مارغرين، 4 الملاعق ديال النشا، كنحتاجو كذلك خماره الى خماره ونص، كنحتاجو اذا كذلك الفاني، جوج ساشي ديال الفاني، وكاس ديال الزيت. كما كتلاحظوا كتشوفوا اقتصاديه جدا وبالمتواجد في المنزل وسريعه في التحضير كذلك. ان شاء الله غنبداو في الوصفه ديالنا، وما نساوش قرصه الملح بطبيعه الحال لتصحيح الذوق. كنديروا الفاني في وعاء اللي غنخلطوا فيه العجينه او الحلوى، كنديروا جوج بيضات مع صفار بيضه، كنضيفوا الزيت، وكنضيفوا كذلك الجبن المثلث ومايزينا و 250 غرام ديال الزبده. يمكن لكم ديروا 3 الفرماجات الى 2، ماشي مشكل. كنمزج الجميع بالخلاط الكهربائي باش نسرع في العمليه ديال الخلط بسرعه. يمكن متوفر عندكم، يمكن لكم تخلطوها في الخلاط الكهربائي. كنخلط المزيج كله، ثم كنضيف جوج خمارات، اللي ما بغاتش تجي منفوخه دير خماره ونص. كنخلط الجميع باضافه الدقيق خاص بالحلويات المغربل، كنضيف جزء بجزء. ديما في اي حلوه كنعملوها على حسب ان الدقيق كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، داكشي ما نقدرش نعطيكم الكميه المحدده، تقدروا ديروها وتشرب لكم، تقدروا ديروا الكميه وما تشربش لكم، تضطروا تضيفوا كميه اخرى. لذلك كتضيفوا زلافه بزلافه حتى كنحصلوا على عجينه رطبه جدا ما قاصحاش وفي نفس الوقت مجموعه. غنوصلوا ان الخليط يتجمع، نحبسوا الدقيق. ديما نجربوا العجين ناخذوا منه جزء ونكوروا، الى تكور نحبسوا الدقيق باش نزيدوه. كناخذ بطبيعه الحال العجين كنعمل منه حرابل، ثم كنقطعهم ونستفهم في طاوه وندخلها الفرن الساخن بطبيعه الحال، ثم على نار مهيله وفرن ساخن حتى طيب. كنخرجهم من الفرن، كنغطسهم في الشوكولا الابيض، وكنحطهم في ورق الزبده ونرش عليه حبيبه الخشخاش او البافو، وقطع من الفويتين. هاد الفويتين انا اللي حضرته بالالوان والنكهات، غنقدم لكم ان شاء الله في الصفحه في الايام القادمه. الفويتي هنا صيبته غير في المنزل بنكهه الفرنواز وملون وردي وملون بنفسجي ونكهه الناطا او الفاني. اعزائي وعزيزاتي، كنتمنى يعجبكم الفيديو تستافدوا منه، ونلقاكم في فيديو اخر في وصفه اخرى. ملاحظه، هذه الوصفه من ابتكاري وهذا التزيين ايضا من ابتكاري. الى اللقاء، الى وصفه اخرى ان شاء الله.